واحدة من الشركات كانت بتعاني من الفترة اللي فاتت ان عندها استقالات كتير جدا، وعندها كمان تحديات كبيرة قوي انها تقدر تعين موظفين بنفس الكفاءة الموظفين اللي مشوا من عندها، وده طبعا كان مأثر على الانتاج بشكل مباشر ومخلي ارباح الشركة بتقل طول الوقت. الإدارة عملت اجتماع مع مسؤولي الموارد البشرية ال HR اللي جوه الشركة عشان تعرف ايه الاسباب اللي وصلتنا للمشكلة دي وليه مش قادرين نعين موظفين اكفاء بشكل مظبوط. وكان رد ال HR ان في اسباب كتيرة بتسبب الازمة دي جوه الشركة. اهم الاسباب كانت ان العلامه التجاريه للشركه ما كانتش جذابه بشكل كافي، ولما كان الاتش ار بينزل اعلان عشان يجيب سيفيهات ما كانش بيجيله سيفيز كتير، وحتى السيفيز اللي كانت بيجيله لما بيعمل لها فلتريشن بيلاقي ان مش كلهم مناسبين للاسف، عشان العلامه التجاريه كمان كانت بتاثر في جذب الموظفين الاكفاء. وبسبب الضغط اللي على الاتش ار، وبسبب كمان ان التخطيط لاحتياجات الموارد البشريه جوه الشركه ما كانش معمول بشكل جيد، خلاهم يقبلوا باي موظف يجي يشتغل معاهم، وللاسف ده بيخلي الاداء جوه الشركه ما يبقاش هو ده الاداء المطلوب، واخطاء كتيره بتحصل من الموظفين بتضطر الشركه معاهم انها تمشي الموظفين او الموظفين نفسهم يمشوا لو لقوا ان هم مش موجودين في مكان بيساعدهم ان هم يطوروا من نفسهم. وهنا كان قدام اداره الشركه تحدي كبير جدا، ازاي تقدر تحل المشاكل والعقبات اللي قدامها وتتجاوزها عشان تعرف تكمل في البيزنس. ازاي يعملوا تخطيط بشكل صحيح لاداره الموارد البشريه، او يحددوا اعداد الموظفين اللي احنا محتاجينهم جوه الشركه بشكل صحيح. ازاي كمان يختاروا الاستراتيجيه المناسبه للتوظيف سواء هنعين من جوه او من بره. وازاي يبنوا علامه تجاريه بشكل قوي يخلي الاعلان بتاعهم لما ينزلوه في اي سورس يجيب لهم سيفيهات كتيره، فيبقى عندنا فرصه ان احنا نختار، ما نبقاش مجبرين على الكواليتي الاقل. كل المشاكل اللي احنا عرضناها هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نحلها ونخطط بشكل جيد من خلال كورس التالنت اكوزيشن، استقطاب المواهب المقدم من اكاديميه اعمل بزنس. هكون معاكم انا محمود علي، خبره اكتر من 16 سنه في مجال الموارد البشريه والتخطيط الاستراتيجي، حاصل على الMBA من الاكاديميه البحريه، قدمت استشارات اداريه في اكتر من مجال زي قطاع السياحه والمقاولات والتجزئه وكمان التصنيع، وعملت اعاده هيكله لشركات مختلفه واستشارات لشركات متعدده المجالات داخل مصر وخارجها. هنتعرف مع بعض في كورس استقطاب وجذب المواهب على مراحل الاستقطاب وتخطيط الاحتياجات من الموظفين بكل اداره او قسم جوه الشركه، وازاي نقدر نبني علامه تجاريه قويه للشركه تساعدنا ان احنا نجذب المواهب او التالنت اللي موجودين في سوق العمل، وازاي كمان نقدر نحافظ عليهم ويفضلوا مكملين معانا في الشركه. هنتعرف مع بعض كمان على افضل الطرق اللي نقدر نعمل بيها الانترفيوز او مقابلات العمل، وازاي نديرها بشكل كويس عشان نقدر نختار منها انسب مرشح للوظيفه داخل الشركه. الكورس ده لمين؟ الكورس لكل اللي شغالين في مجال الموارد البشريه، وخصوصا مسؤولي الاستقطاب والتوظيف التالنت اكوزيشن سبيشالست، واللي شغالين في مجال الريكروتمنت هيساعدهم جدا ان هم يطوروا من نفسهم ويبقوا افضل في المراحل اللي جايه. يلا بينا مع بعض نبدا كورس استقطاب وجذب المواهب التالنت اكوزيشن مع اكاديميه اعمل بزنس.